السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم بروكا بالصحة والسلامة إن شاء الله. اليوم غنحضر معكم في هذا الفيديو جديد حلوة معلكة بالكاوكاو. كما كتشوفوا غنخرج منها 3 تشكيلات. تبعوا معايا المكونات والطريقة في نفس الوقت. كناخذ واحد القصرية ولا إناء، كنوضع فيه 500 غرام ديال الكاوكاو البلدي الحمر اللي كتكون معروف. كنحمرو في الفران وكنطحنو. وبالنسبه باش طحنو ما طحنوش بزاف حتى يطلق الزيت ديالو، بحال هاد الطريقه، بحال هكا يكون مهرمش، ماشي غليظ بزاف وماشي طارق الزيت، بحال هكا. كنضيفوا ليه واحد الكاس لاروب ديال سنيده، كاس العنبه اي 100 غرام. نخلط هاد المكونات. كنضيفوا 4 معالق ديال زيت المائده. كنضيف واحد 2 معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشماش، وتقدروا ديروا الكليكوز. هذا الكونفيتور كيدير تعليكه. كنحرك هاد المكونات وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. اللي ما كيبغيش يدير القرفه ما يديرهاش، ما كيبغيش المذاق القرفه ما يديرهاش، يقدر يدير الفاني ولا الفاني ديال الزهر حتى هو كيجي زوين. هاد القرفه كتعطي البنه، ما كتبقاوش تدلكوها، كتحركوا بالاطراف ديال الاصابع بحال هكا. كيتنسجموا المكونات. قبصه الملح نضيفوها، نسيت ما درتهاش من الاول. دابا كنجمعوا بالبيض. بالنسبه للبيض انا عندي 2 بيضات هنا، وغنشوف غنديروا البيضه الاولى حتى كتجمع. تنشوفوا الخليط واش يتجمع ولا لا. عاد كنضيفوا الثانيه. بالنسبه للبيضه الثانيه غنزيدها شويه، راه طربتها، نزيد شويه عاد نشوف واش خاص. هانتوما كيجي شويه كيتلصق، ماشي كاع بزاف، ولكن نكمل البيضه اللي بقات. نحاولوا ندخلوها في الخليط مزيان. اخر حاجه دابا كنديروا واحد الخماره د الحلوه من وزن 8 غرام، كنحاولوا ندخلوها في هذا الخليط. من بعد ما جمعنا كما كتشوفوا الخليط، دابا غنقسمو على 3 ديال الكويرات. واحد الحجم غنزيد ليه كاكاو المر، شوكولاته غبره، واحد معلقه صغيره عامره، ونحاولوا ندخلوا فيه هذا في الخليط مزيان. كما كتشوفوا راه دخلت هذيك الكاكاو مزيان تخدمتها. دابا غندوزو للكره الثانيه. هذه غنخليوها هي هذيك، ما غنديرو فيها حتى حاجه. الكره الثالثه غنضيفوا ليها الكوك، واحد المعلقه ما تعمروهاش، واحد الكميه قليله. دابا غنبداو نشكلوا كويرات. دابا نبدا بهذه اللي فيها كاكاو. شوفوا القياس نتوما اللي بغيتو. غنفندها في سكر كلاصي على هذا الشكل، نصفها في الطاوله. كتشوفوا القياس نتوما اللي بغيتو. كنفندوها في سكر كلاصي سبيسيال، كنصفوهم في الطاوله. غندوزو الكره الاخرى. هذه بالنسبه ما فيهاش لا كوك لا كاكاو، هذه عاديه حتى هي غنفندوها في سكر كلاصي.
الشكل الاخر نكورو حتى هو، نديرو كويرات، غنفندوهم في البياض ديال البيض الوجه. نديروها الوجه ديالهم بياض البيض، ونديرو في اللوز ايفيلي، واللي بغى يدير كاوكاو ايفيلي يديرو اللي عندكم متوفر. دابا غنزينهم كما كتشوفوا، حب الملوك معلب غنديرو في هذا اللي فيه اللوز ايفيلي وغنضغطو. راه درتها النص مقسومه على جوج، وحده قسمتها على جوج. والشكل الاخر اللي فيه الكوك درت له الكركاع، طريفه ديال الكركاع. تزيين راه اختياري، ماشي ضروري ديرو، اللي ما عندكمش ما ديروش. تقدروا ديروا كاوكاو ولا لوزه. الفران راه ديجا شعلت عليه من التحت والفوق حتى كيسخن مزيان. عاد كندخل الطاوه كنشعل عليها من الفوق حتى كتشقق، نطفي نهبطها حتى كطيب من التحت. صافي ماشي وقت كثيره، مده قليله صافي طيبوا نطلقوا باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. وبالنسبه للفران ردوا البال، راه ما كتطلبش طياب بزاف، وقت وجيز وقفوا حتى الفران باش ما تجيكمش قاصحه، باش ما تشربش لكم العافيه. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي كنت حضرت معكم مع الكاوكاو. كما كتشوفوا نصف كيلو ديال الكاوكاو خرج لنا 3 ديال الاشكال. وحده مزينه بالكركاع وضفت ليها واحد المعلقه كبيره د الكوك، والاخرى بحب الملوك وزينتها باللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي، والاخرى ضفت ليها كاكاو المور. وكنتمنى هاد الحلوه تعجبكم، بالصحه والراحه مع وصفات اخرى بحول الله.